اكيد طبعا جه في بالك سؤال مهم قبل كده، هو ليه باتمان ما يقتلش الجوكر ويخلصنا بقى من كل المصايب اللي هو بيعملها دي؟ ايه السبب العميق اللي خلى باتمان يرفض يقتل الجوكر طول السنين دي؟ ليه لحد النهارده ما خلصش الموضوع ده وريح الناس من المصايب اللي وراه؟ احنا عارفين ان الجوكر يعتبر اكتر اعداء باتمان جنون وعدم استقرار، واكتر حد سبب دمار لجثم وضحايا ملهاش عدد، فالراجل ده ارتكب جرائم بشعه من قتل جماعي وتعذيب وخطف، وكل ده لمجرد انه شايفه مضحك وغير متوقع. كمية المعاناة اللي سببها كده للعائلات في جوثام مش ممكن حد يقيسها، وهو فعلا كده واحد من اكتر المجرمين سادية اللي شافتها جوثام او الكوميكس عموما. ولكن بالرغم من كل ده احنا عارفين ان باتمان عنده كده قاعدة واضحة ان هو ما يقتلش حد، فالقاعدة دي بتشمل كل اعدائه وخصوصا الجوكر. بس في نقطة معينة، مش المفروض كده يبقى كفاية بقى؟ الجوكر سبب ضرر غير طبيعي على مدار السنين، فمش المفروض باتمان يقرر ان هو يوقفه نهائيا ويحمي الضحايا اللي ممكن الجوكر يأذيهم في المستقبل؟ كل مرة بنشوف ان الجوكر بيهرب من اركام، كام شخص بيدفع الثمن؟ هل باتمان شايل مسؤولية كل الارواح اللي الجوكر هيأذيها بعد كده؟ فالسؤال ده دايما مطروح، بس النهارده هنتكلم عن السبب الحقيقي اللي خلى باتمان ما يكسرش القاعده دي حتى مع شخصيه الجوكر. السبب مش ان باتمان مش قادر يقتل الجوكر، لكن الحقيقه انه بيمنع نفسه بالعافيه دايما من قتله. الموضوع ده اتكلم عنه باتمان كذا مره، بس واحد من احسن الامثله كانت في القصه بتاعت اندر ذا ريد هود، وخصوصا في الفيلم اللي كان تكمله لقصه موت في العائله. في القصه دي الجوكر بيستدرك كده جيسون تود اللي كان وقتها روبن التاني لمستودع مهجور. هناك الجوكر عمل واحد من اكتر الجرائم شهرة في الكوميكس، ففضل الجوكر يضرب جيسون كده بالقضيب الحديدي لحد ما مات، وبعدها كده فجر المستودع بالكامل، وده كان نهاية جيسون. لكن بعدين عرفنا ان جيسون رجع للحياة مرة تانية بفضل كده حفرة لازورس، وقرر ان هو يغير الهوية بتاعته ويبقى شخصية جديدة. الشخصية دي اسمها ريد هود. جيسون فضل ماشي على خط باتمان كفارس الليل، بس باسلوب اكتر عنف وعدوانية. ففي التعديلات الاحدث في الكوميكس رجعوا كده قصه عوده جيسون تود للحياه على انها بسبب حفره لازورس، بس للاسف ده ساب تاثيرات نفسيه خطيره جدا عليه. جيسون هنا بعد ما رجع بقى اكتر عنف مع المجرمين، لدرجه انه كان شايف عادي يشيل اسلحه ناريه ويقتلهم كمان، وده طبعا كسر القاعدتين الاهم عند باتمان، ممنوع القتل وممنوع استخدام الاسلحه الناريه. فلما جيسون هنا واجه باتمان بعد رجوعه سأل سؤال محوري، ليه الجوكر لسه عايش؟ ليه باتمان ما انتقمش ليا بعد موتي وريح الكل من شر الجوكر؟ فهنا بقى رد باتمان كان صادم جدا، قال له كده بكل بساطة انه ما يقتلش الجوكر لانه ده الطريق الاسهل. فباتمان المعروف عنه انه ما بيشربش كحول ولا حتى بيشرب مخدرات، بالرغم كده عنده نوع تاني من الادمان، فالحرب كده اللي بياخدها ضد الجريمة هي صليبه الشخصي، فالطريقة اللي بيطلع بيها غضبه والصدمة اللي عاشها بعد موت اهله، القتال ده هو منفذ لكل العدوان اللي جواه. فاللي بيخلي شخصية باتمان مميزة هو التوازن الغريب ده، ازاي نفس الشخص اللي بيواسي الأطفال في الأزمات وبيطمن الناس اللي بيعانوا هو نفسه اللي بيقدر يبقى ملك انتقام لما يشوف حد يستحق العقاب. باتمان عارف نفسه كويس جدا، لو قرر يقتل حد مرة هيبقى مدمن على فكرة الانتقام والقتل، هيبقى محتاج يبرر لنفسه كل مرة بعد كده ويدخل في منحدر خطير جدا. وده اللي شفناه كده في النسخة بتاعت زاك سنايدر. المثير للجدل في النسخة دي باتمان في مرحلة ما بعد قتل حد، بس احنا ما نعرفش بالظبط ازاي او ليه، فاللي نعرفه هنا ان هو كسر فعلا قاعدته مرة، ومن ساعتها باتمان ده ما بقاش بيمنع نفسه. في اللحظة دي ما بقاش باتمان، بقى مجرد انتقام. الفكرة ان باتمان دايما كان لازم يكون اكتر من مجرد ملك انتقام. شخصية ريد هود اللي جيسون تود بيجسدها والنسخة دي من باتمان في افلام زاك سنايدر بيورونا كده ازاي القتل ممكن يغير كل حاجة في لحظة. باتمان نفسه قال ان جيسون تود فعلا ما ينفعش يمسك عباءة باتمان بسبب عنفه الشديد، هو مش عايز باتمان يبقى اقل من اللي المفروض يكون عليه. بالنسبه لباتمان نسخه بين افليك، القتل ما بقاش قضيه كبيره لو حد من المجرمين مات وهو في الدوريات بتاعته، او حتى اتقتلوا مثلا في السجن بعد ما توسموا كده بالعلامه بتاعته، هو ما بقاش يتاثر بالموضوع ده. بس المهم نفتكر حاجه، النسخه دي من باتمان ما وصلتش لكده في يوم وليله، اللي هو من الاخر كده ما صحاش في يوم وليله قال لك انا عاوز ابتدي قتل من اول النهارده. في وقت من الاوقات باتمان ده كان عنده قواعد واضحه وكان بيتمسك بيها جدا، ولكن بعد 20 سنه من مواجهه كده اسوأ ما عند جوثام والاعداء بتاعتها، المدينه كسرت باتمان، وبعد عقدين من الزمن الكود الاخلاقي بتاعه اتاكل تدريجيا. دي نقطه بتفرق نسخ باتمان التانيه، لانهم عارفين انهم لو ما خدوش بالهم ممكن يبقوا نفس الشخص ده او اسوأ كمان بكتير. فعالي باتمان ان يتحول كده النسخه دي يعتبر كابوس، هو عارف كويس قوي ازاي ممكن يبدا، وعارف النهايه اللي هيوصل ليها لو بدا يقتل حد حتى لو كان الجوكر. فلو ده حصل باتمان هيبقى القاضي وهيصدر احكام بالموت من غير اي تدخل من النظام القانوني اللي هو بيحاول يصلحه بكل قوته.
هيبدأ يمشي في طريق الانتقام ويبقى زي القتلة المتسلسلين باسم العدالة بذكائه ومهارته وكمان التدريبات بتاعته. جوثام نفسها مش هتقدر اصلا ان هي توقفه، وطبعا ده بسبب المشاكل النفسية اللي باتمان بيعاني منها. لو الجوكر مات هيفضل السؤال المهم، فين النهاية؟ لو برر لنفسه كده ان يقتل الجوكر، مين هيمنعه ان يعمل استثناءات تانية؟ ممكن بكل سهولة كده يقتل فيكتور زاز او اي قاتل في الشارع او حتى بلطجي بسيط. فيكتور زاز نفسه يعتبر من اسوأ المجرمين، في مرة كده خطف اطفال وخلاهم يحاربوا بعض لحد ما واحد بس يفضل عايش، وبعد كده اكبر الناجي الوحيد انه يحاربه هو شخصيا جرائم زاز بنفس بشاعة جرائم الجوكر. ولو باتمان بدأ يقتل، مين هيحدد الحد الفاصل ده؟ فالسؤال اللي ممكن نسأله دلوقتي، لو باتمان قرر يقتل فيكتور زاز، ايه اللي هيمنعه يقتل غيره؟ هنا بنلاقي امثله المجرمين اسوأ بكتير في جوثام زي بيج او حتى كمان الهانج مان. فلو باتمان قرر يعمل استثناءات مع ناس زي دول، النهايه فين؟ ممكن الامور توصل لمرحله انه في وسط اي مواجهه يقتل افراد العصابات من غير ما يفكر. ازاي يحدد ان دول يستاهلوا يعيشوا او حتى يموتوا؟ طيب لو الموضوع وصل لحد مجرمين اخلاقهم معقده اكتر زي مثلا هارفي دينت او كمان مستر فريز، فدي كلها افتراضات، لكن بنشوف قد ايه الامور ممكن تبقى معقده وسريعه الانهيار. فالحكايه دي شفناها بوضوح كده في القصه بتاعت انجاستس لما سوبرمان اقترح نفس الفكره. هو كان شايف ان فرقه العداله ممكن تحكم العالم كجيش بدل ما تكون مجرد قوه سلام، ولكن هنا ذا فلاش رد عليه بجمله عبقريه وقال ان المنحدر ده بالذات هو اللي خلى باتمان يتحول لشخص خطير جدا. ففلاش بيقول لو فرقه العداله تقدر تتخلص من كل الاسلحه بسهوله، فليه ما يخلصوش كمان على السجاير؟ ففي ناس اكتر بتموت بسبب التدخين اكتر من عنف السلاح، فهل المفروض يمنعوا السجاير؟ وبيكمل برضه بسؤال تاني، طب هل هيعتقلوا اي حد بيتجاوز السرعه؟ فالأسئلة دي ممكن تكون فعلا مبالغ فيها، لكنها بتوضح المشكلة الحقيقية. نفس الشيء حصل مع باتمان في نسخة زاك سنايدر، خد حوالي 20 سنة علشان خاطر يشوف تأثير انهيار قناعته. القصة دي بتوضح قد ايه باتمان عارف ان الطريق ده خطير جدا، فلو باتمان بدأ يقتل الزمن نفسه هيستهلكه وهيبدأ يبرر لنفسه كل قرار لحد ما يلاقي نفسه كده على منحدر خطير جدا، وده كده بالنسبة لبروس وين أكبر كابوس. نسخة زاك سنايدر كان الهدف منها انها تستكشف كده لو باتمان ممكن يرجع عن الخطوة دي بعد ما قدر ان هو يعبر الخط الفاصل، ولكن للأسف القصة دي لسه معانا كعلامة استفهام لأن ما شفناش ليها تكملة. ومع ذلك السؤال اللي بيطرح نفسه، لو باتمان قرر يقتل الجوكر، مين هيكون الشخص التاني؟ فدي واحدة كده من أكبر الأسباب اللي بتخليه يتمسك بالقاعدة بتاعته وما يقتلش أعدائه مهما كان الثمن.